قبل جمعتين كادوريم يهبط فيلم عمل جدل كبير في تونس، واللي الشعب التونسي مؤمن باستغلاله السياسي للتبرعات كما شفنا قبل مع نبيل القروي. اليوم باش نوريكم اكثر من هذا، علاقته الغريبه مع بن علي وروايات متناقضه واتهامات خطيره، والاغرب من هذا الكل تناقضات الخطيره والغريبه في كلامه، وباش نفهموا عليها القضيه هذه بالذات فيها برشا غموض، وعلاش الشعب التونسي مستحيل يتقبل فكره كادوريم كرئيس لتونس. وبالرغم الغموض والتناقضات هذه الكل باش نشوفوا انه الادله الكل تقول انه كادوريم الخيط الاخر للطرابلسية باش يرجعوا سيطرتهم على البلاد. قبل ما نحكيو على قضايا ومشاكل كادوريم لازم نعرفوا شكون هو اصلا وكيفاه بدات القصه متاعو. كادوريم او كريم الغربي تولد نهار 14 اكتوبر 1980 في تونس العاصمه، وبالضبط في باب الجديد. والصدمه الكبيره انه المعلومه هذه هي الوحيده المؤكده في القصه الكل. أول مشكل باش تواجهك مع قصة كادوريم هي كمية التناقضات والمصادر المختلفة، ولنا المشكل الكبير خاطر كل مصدر يحكي رواية مختلفة ومصدر آخر ينفاها، وهذا يخلي أي معلومة عليه مش أكيد. وأول تناقض يبدأ من قصة خروجه لأوروبا. أكثر رواية مشهورة إنه حرق لفرنسا 3 مرات في عام 1991، وروايات أخرى من عائلة كريم وخاصة من خاله تقول إنه خرج لألمانيا في عام 1997 وبعد مشى لفرنسا، وهذا الكل بأوراق قانونية. يمكن يا مشاهد التناقض هذا يبين لك بسيط وتافه، اما الحقيقه انه الفتره هذه هي اهم فتره لكريم الغربي خاطر بنى فيها روحه، وهي نفس الفتره اللي بدا يغني فيها في الراب، واللي عمل فيها عقد مع يونيفرسيتي واللي هي واحده من اكبر شركات الانتاج في العالم. والحاجه هذه بالذات تطرح سؤال مهم ياسر، شنو هو الحاجه اللي تخلي اكبر شركه انتاج في العالم تتعاقد مع كريم الغربي؟ حاجه غريبه صحيح، والاغرب من هذا الكل انه كريم الغربي يجيب في اقل من 10,000 مشاهده في اغلب اغنياته، واللي تخلينا نستبعدوا انه الشهره هي السبب. نظنك عرفت الاجابه وحدك، الفلوس. ولنا ندخل في أهم سؤال في الحكاية الكل، شنو هو المصدر الحقيقي لفلوس كادوريم؟ وفي الجزء هذا بالذات التناقض ما عادش يقتصر على المصادر الخارجية، بل حتى كريم الغربي بيدو متناقض في رواياته. في بعض المقابلات التلفزية يقول انه مصدر فلوسه الاساسي هو الراب، بالرغم انه الفترة ذيك يعتبر مش مشهور. وفي مقابلات اخرى يقول انه جزء هام من فلوسه في العقارات والمشاريع. وفي عام 2021 وفي واحدة من مقابلات سامي الفهري يدعي كادوريم انه شراء آلاف البيتكوين قبل ما يطلع سومه. والتناقض هذا يزيد يطرح اسئلة اكثر حول المصدر الحقيقي لفلوس كادوريم. وتوا ندخلوا في اكثر الروايات المنتشرة. في الفيديو هذا اللي هبطوا بسام العجمي واللي معروف ببسام باشا فيه تسريبات خطيرة على الطرابلسية وعلاقتهم بتبييض الأموال. ماناش باش ندخلوا في الموضوع هذا خاطر مش موضوعنا، أما المهم أنه كادوريم جزء من العملية هذه. وتوا باش نتعدوا لواحدة من أهم الاتهامات اللي تعرض لها كادوريم في مسيرته، واللي هي قضية تحايل على مصري بأكثر من 140 ألف دولار ومجوهرات اللي غنى بهم كادوريم واحدة من غنياته مع ذو جيم. ورد كادوريم على الاتهام هذا انه ربح القضيه، وادعاء المصري على ربحان كادوريم للقضيه هو انه ما عندوش فلوس للمحامي. نستنتجوا من الروايتين هذا مصدر من مصادر فلوس كادوريم. مانيش باش نتهمه ونقول راهو سرق وعمل، اما نتصور الحقيقه واضحه للجمهور وما نحتاجش نفسر اكثر من هكا. والسبب الثاني انه الجمهور اصلا فايق بكل شيء، والدليل على كلامي انه كان تدخل اخر فيديو هبطوا كادوريم وتقرا التعليقات، وقتها تعرف انه الشعب التونسي مستحيل يقبل كادوريم.